مساء الخير أيها الميزان. عفوا على الطربوش بسبب الإضاءة القوية اللي فوقي فمن الإزعاج في عيوني. نشوفوا ما هي توقعاتكم أيها الميزان من 26 غشت إلى 2 سبتمبر. نشوفوا، نبدأ على بركة الله. هذه أول حاجة بدينا بها. نشوفوا. أوكي، أوكي. شوفوا أيها الميزان، اللي بغيت نقول لكم هنا، أول حاجة انتبهوا لأي مشادات كلامية. إياكم وأي مشادات أو أي جدالات أو أي نقاشات مع رؤسائكم في العمل، مع الخدمة، مع العائلة، مع أطفالكم، مع أيا كان ابتعدوا عن المشادات، خاصة في هذا التراجع ديال عطارد. لنقول من اليوم إلى الخميس، الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، انتبهوا لهذا. ممكن تكون بعض المشادات الكلاميه، النقاشات لا معنى لها، لا نريد هذه الجدالات. هادشي ممكن يحصل، فهنا ممكن هذا الشيء يحصل، فانتبهوا لهذا الامر. لا نريد هذه الجدالات وهذا الصداع وهذا الشيء. فكونوا انتم دبلوماسيين ايها الميزان، ودبلوماسيين وجميلون ان يكون كل شيء فيكم، ولكن غير انتبهوا، ما تخلوش واحد يستفزكم. انتبهوا، ما تخلوش واحد هنا يخليكم انكم يستفزكم ويخرجكم من حاله الهدوء والسلم والامان اللي عندكم، يخرجكم انكم توصلوا واحد المرحله ديال، فهمتوني ايها الميزان. ولكن جايكم حاجه زوينه ايها الميزان. اوكي، غتجيكم شي حاجه مفاجئه، وهاد حاجه مفاجئه زوينه، يعني شي حاجه ماديه هنا جميله جدا غتوصلكم ايها الميزان. بمعنى غتقول لي كيفاش ممكن هادشي عنده علاقه بميراث. ميراث منذ مده وما تحلش واخيرا غادي يتحل. ميراث عنده علاقه بفلوس او فلوس من حقكم ومنذ مده ما شديتوا هاد الفلوس، واخيرا غتشدوا هاد الرزق ديالكم، اخيرا شدوا هاد الفلوس ديالكم. هاد الازمه الماليه ان شاء الله في هاد الفتره غادي تنتهي، ماشي ديما ولكن شي حاجه غتجيكم مفاجئه غتساعدكم في هاد الوضع. مثلا الميراث غادي ينتهي، بمعنى واخيرا غتشدوا فلوسكم. اوكي، او غتستلموا شي اموال في هذه الفتره ان شاء الله، غتستلموا شي اموال ان شاء الله فيها الخير لكم. او اموال كانت متعطله عندها علاقه بالشريك، عندها علاقه بكم، بابوكم، بهم. ولكن غالبا اذا كانت عندها علاقه بالشريك او انتم، او يا اما عندها علاقه بالشريك او عندها علاقه بكم انتم ايها الميزان، هذه الاموال المتعطله غتحصلوا عليها ان شاء الله، ولكن غتجيكم بشكل مفاجئ، بشكل ما غاديوش غتوقعوه. يعني غتجيكم بواحد الطريقه مفاجئه. اوكي، ولكن كتبان لي واحد القضيه هنايا للبعض. هنا ممكن تكون عندكم واحد خيبه امل. هاد خيبه امل مثلا عندها علاقه، شنو نقول لكم، عندها علاقه بوظيفه، عندها علاقه بعمل، بسبب القيل والقال الذي سيبدأ يتحدثون عنكم. فهمتوني؟ هذه هي المشكله هنا اللي ممكن توقع لكم هنايا. انتبهوا من اي مشادات او اي جدالات او اي نقاشات مع زملائكم في العمل، مع ايا كان. انتبهوا للامر، وايضا انتبهوا على صحتكم، ممكن تتاثر، خاصه تقدر تكون الصحه فقط، الصحه النفسيه ممكن تتاثر بهذا الامر. فلا نريد، علاش بغينا حنا ناثروا صحتنا النفسيه بهذا الامر؟ يعني ما كاين حتى معنى لهذا الامر. كيبان لي ايضا غتبداو شي علاقه غراميه. فهمتوني؟ انا كيبان لي غتبداو شي علاقه غراميه قويه هنايا، خاصه العزاب، علاقه جديده. غيكون واحد التحول كبير بحياتكم العاطفيه. حتى تحول كبير في حياتكم العاطفيه، تحول كبير اللي كانوا كديروا استثمارات وكديروا شغل خاص بكم. تحول بحياتكم الماديه. في موهبه ربما غدار على السطح ايها الميزان، في موهبه، في قوه، في طاقه، في ابداع، خاصة الميزان المبدعين هنا. واخيرا توصلوا للمرحلة ديال الابداع، انكم توصلوا شي حاجة ان شاء الله غتحققوا فيها الامور اللي كنتم تريدونها. البعض منكم يكون عنده خبر حمل، خبر ولادة، اذا كنتم تهتمون بهذا الامر ليس الكل. او غتسمعوا على شخص هنا سيحمل وغتفرحوا ليه، وشخص سيولد غتفرحوا ليه ان شاء الله. فاموركم صراحة مزيانة، غير انتبهوا للسانكم. اياكم اي جدال او اي نقاش او اي مع اشخاص هنا فقط، اما غير ذلك فاموركم غتكون جميله جدا ايها الميزان. وشكرا لكم.